ومعانا النهاردة صوص الكراميل بأسهل طريقة تعملوها. معانا كوباية سكر أبيض هنحطها على نار متوسطة. نخلي بالنا يا جماعة ما تبقاش نار العالية قوي عشان السكر بتاعنا ما يتحرقش ويدينا مرارة في الصوص بتاعنا. أول لما يبتدي السكر يبتدي يكرمل نبتدي نقلبه، بس نخلي بالنا ما نقلبوش قبل كده عشان ما يحصلش بلورة بلورات السكر، يعني يدوب معانا، وفي نفس الوقت عشان ما يتحرقش. طبعا زي ما انتم شايفين كده نحاول يكون النار متوسطة. طبعا اللون بتاعنا ده احنا بنلعب عليه، يعني عايزين الصوص فاتح او عايزين الصوص غامق، فبنلعب على الحتة دي عن طريق ان احنا بنسيبه شوية زيادة على النار، بنسيبه شوية قليلين على النار، يعني احنا اللي بنتحكم في الموضوع ده. بعدين بنجيب كوباية حليب، ونخلي بالنا يا جماعة واحنا بنحط الحليب على النار عشان بيكون السكر ممكن يعمل حروقات لا قدر الله. بنسيبه يغلي مع بعض على النار شوية، وبعدين بنجيب معلقة نشا متدوبة في شوية حليب وبعدين بننزل بيها. طبعا احنا بنخلي بالنا يا جماعة عشان النشا بتاعنا ما يبقاش زيادة شوية فيعمل تكتلات، وفي نفس الوقت ان احنا ايه نوصل بالسمك اللي احنا عايزينه. زي ما انتم شايفين اهو، سبت النشا تطبخ على النار، وصل لدرجة السمك بتاعي اللي انا عايزها اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده بنجيب حوالي 100 جرام زبدة عشان يديني الطعم الكريمي اللي بيبقى جواه. طبعا احنا ما حطيناش كريمه لباني، احنا عاملين الصوص ده بحيث انه يبقى اقتصادي وتقدر ست البيت تعمله بسرعه وما يبقاش فيه تكلفه عليها. زي ما انتم شايفين كده وانا بقلب، انا خلاص طفيت النار. بقلب الزبده لحد ما بيديني القوام اللي انا عايزه. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا كده الصوص بتاعي بدأ كده جاهز للاستخدام. طبعا صوص الكراميل معروف ان هو ممكن نستخدمه في كل تقريبا حاجه الحلويات بتاعتنا في المطبخ، وممكن نعمله ككفر للكيكات، ممكن نعمله للعصاير، ممكن نعمله لل... للقهوه للنسكافيه. بنعمل منه كذا حاجه. طبعا ممكن نشيله في الفريزر لوقت الاستعمال تاني من الاول، ممكن نعمله ويبقى جاهز عندنا.